ينهج منهجي تماما، وانا سعيد للغايه بهذا الكتاب. والحقيقه هذا الرجل بذل مجهودا كبيرا، وهذا المجهود يجب ان يشكر عليه. وهناك بعض الاخطاء ترسل له في البريد الفضائي يصحح له ما اخطا به او ما غفل عنه او ما لم يكن به. انما هو انا احترمه وأعطيه العاميه على ضد الكلام ان الراجل يكرم اللغه العربيه لغه القران الكريم. الراجل مثلا مثلا كلمه اساطير باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه اي اس اس اساطير اي اس اس اي اس اي مكتوب ايه؟ اغتيال رئيس او امير او ملك، يا اما خارج الجامع يا داخل الجامع. المعجم الانجليزي كاتب كده فيه اغتيال او قتل يعني قصاصين. انا قصاصين. انا الراجل الانجليزي بيعمل زيي، انا بقول على ايه؟ انا قلت مش انا قلت. انا في الشرعيه بقول انا قلت. لما هو الانجليزي عباره عن عقل عربي يقول لك انا قلت، يبقى قصاصين. يبقى قصاصين اصلها ايه؟ قصاصين. يبقى يبقى القاف هنا اسقطها او ابدلها الى حرف الهمزه. هو كاتب كده حشاشين. انا رايي ليه كاتب حشاشين؟ انا مش عارف. كان بس حششه ويروح على الجامع. انا لازم استمر لو كاتب حشاشين. لكن هي لا معنى حشاشين قتل الصوفين اللي هي البلد اللي تبع الشرقيه. يمكن يقصد الجديد طائفه الحشاشين التعليميه اللي كانت موجوده وحسن الصباح ايوه حسن الصباح ده بس ليس لا علاقه بالحشيش اللي هو كان مخدرات. لا يا جماعه وليس لا علاقه بالقتل. لا ليها يا حاج. يا جماعه لا حسن الصباح جماعه الحشاشين. لا ايوه كانوا بيقولوا لا جماعه الحشاشين. هقول لك بس يا استاذ اسامه خلينا نكمل الكلام الاول. كلامك هو اللي يخليني اقول الكلام ده عشان انت عاوز اكمل. بالنسبه الاولي معلش عشان نظام الندوه دي تتراجع. طيب لا انا 10 سنوات. لا من فضلك ما 10 سنوات انا اسمعه وبعدين خلاص بقول لك طيب ما يخرج لما جه هنا فسر كانك باك حسن بقى الالوان هو واسال الراجل ده كان كتب لك بي اس كي بالانجليزي تسالها الاستاذ الفاضل اس ولا سي؟ سي بي يعني أن الذي ضربه على يده يكتب حرف سي ثم لا ينطقه. هذا شيء عجيب. رأيت في العربية أن حرف الصاد لا ينطق أو الطاء لا ينطق أو العين لا ينطق. هذا تهريج في اللغة. إذا لما نقول اللغة الإنجليزية عشوائية أقل أصول أقول لك اللغة العربية معيارية أتحتاج إلى علم الصوت. لأن نكتب بي اي سي كي وبعدين نكتبها تاني لك بي اي كي. يبقى عنده مرتين بكتبها، مرة بكتبها عشان بالحروف ومرة يقول عليها فريتك اللي هي الصوت اللي هي التون بتاعها كذا. يبقى انت عشان تكتب معجم انجليزي يبقى قد المعجم العربي مرتين واقل منه في الاعداد. ليه؟ بيكتب الكلمة مرة بالحروف ثم يكتبها بالايه؟ بالنطق. مين ضربه على ايده؟ يروح انا الخمس عربي عشان ما حدش عرف خمس عربي. كل اللي بيناقش فيه عارف انجليزي مش عارف عربي، ولا عارف عربي مش عارف انجليزي مش ذاكر انجليزي على كثيره من يقف. طيب لا انا قصدت كتبت في حرف الخاء قصب يعني عرض. قصب يعني قال لك هو اصل خد القصب ازاي فقره الايه؟ مثل ايه؟ يبقى فقره القصب كفقره الظهر فسماها قصب. الله يبقى بيه ايش كمل انقص. التفسير قلت للاستاذ الصبح بعد 2 ساعه قلت لها لا ده هو امر قال باك يعني ايه؟ عقب الجغرافي يعني وراء. يبقى دي جغرافيه مكانيه. لما جاوب بقى باك تايم وقت او زمن تايم او لا مع موعد خليته فيها لا تايم موعد. وفي الكويت وفي دبي يقول دوام يعني زمن بدوام. الله تي اي ام اي موعد باللغه غير قصر وباك بي اس كي يبقى موعد سابق. يبقى هنا اتت السين ليه؟ تبين المعنى الزمني لكلمه باك والمعنى الجغرافي العقب الخلف. يبقى مجبور على ايده ومضروب على ايده انه
مستخدم اللغة العربية الفصحى لها معنيين، وقصد الثالث يعني أصلها كده، قصد معناها الله. اللي حاجة بقى اللي أنا بقى برضه يجي يقول لك إيه بقى دون كاتب لي هنا، كاتبها دون دي واو دال واو دون معناها واو معناها منخفض. يقول هنا الدنو يبقى الدنو عقليا والدنو جغرافيا، ده عالي عن ده دنا عن ده. يبقى اذا هو الراجل محترم، بس ايه ما قدرش يطلع بنتائج كثيره بعيد عن المعجم العربي. بس عشان احنا نقول اتاك يعني اتاك هجوم اي تي تي اي سي كي. وقال حاجه بسيطه جدا انا مش عارف قال ايه، قالها اتاك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قالهاش يعني معنى انا اتاك معناها اتاك ده هجوم عنيف. السين والتي والطاء والاي اتاك انت سي تي اي يعني ايه؟ سطع يعني ايه؟ دخل المعابد بالخنجر بالمدافع لما بات سطع على المكان الفلاني نعم وقطعه منين؟ من الذهاب اليه والخروج منه. يبقى القطع والسطو والقطع للنحو. وهم كده كده ما كتبهاش كده. تركيبة أصل كتب سقف ما فصلاش يجي ازاي؟ انت بتكتبها في الصلاة يعني عندك ايه اس كي بالظبط. السلام ورحمة الله وبركاته. أصل يعني سقف الله في القرآن الكريم عن الرزق يا رب. يبقى القاصد الساكن. يبقى ايه اس كي لو رحتها حرف الدال يبقى القاصد يبقى الساكن. يبقى الراجل دي خد القاصد عملها التخفيف له فأسفل وقعها الأصل وقعها القرآن الكريم. نقول ده حتى لفظ قرآن عربي قرآن. يبقى القرآن يبني مع معجم الإنجليزي بتأثر بعض ليه؟ ما هتقول لي القرآن ما في عجمي يعني انتوا تتفرجوا على الكلام يعني المحسن اللي واحد زي القرطبي يقول لك كلمة هارون يشكر القرطبي عمل 70% من شغله 100% جه في تطهير القرآن من الأصل عشان ما عرفش قال لك كلمة هارون ده عجمية. الله لقيت يعني راجل كتاب هنا ايه؟ هارون وفعلا مؤلف هارون شد هارون في الإنجليزية هارون هنا أصلا في القرآن الكريم هارون ومعجب تسوى ايه؟ هارون ألف الهمزة في على فكرة في أول كلمة في اللغة الأمريكية زي أستاذ كده عندنا يبقى التعظيم. يبقى هارون يا تعظيم أو تحلية أو رافع. يبقى هارون هو رفع الهاء. فهارون من لفظ من عبري والعبري العربي من عبري وعبري الانجليزي. يبقى الراجل الانجليزي خد من العرب هارون من خلال العبريه التي خد هارون ايه هارون. سيدنا هارون تعرفوه يعني ايه هارون ليه؟ علميه بحته. ايه هارون ايه سيدنا هارون؟ وكيف ابن سيدنا موسى. اولا سيدنا موسى كان يقصد شيء انه ربيع فرعون فاهله اهل اليهود قالوا لا ما يعرفوش ده راجل يجي فرعون وريد فرعون. الثلاث دي ازاي؟ قال ربنا ايه؟ قال ربنا ايه؟ انا ربكم الاعلى. قال ربنا ايه؟ قلتوا فيها حاجه او هارون هارون ده جاي ايه؟ ده جاي هارون اخذ به موسى حطته رفعه امام شعبه وامام فرعون. هارون يعني ايه سيدنا الله؟ هارون نيجي نبص ايه هو جاء مننا من الفاظ لفظين عربيين اساسيين هون يعني ايه؟ عارفين سيدنا موسى طلب يهون عليه مقابله مع فرعون خد عنه يتكلم عنه يبقى هون عليه بطش فرعون. والران هو الشده الران الشده اسف الران
فرعون. اجمع أولا ورانا هارون بكل يسر وسهولة، ونعم الصرف ملك كريم جاري الهجمة، لكن العالمية أنه علم ومسجد من أصلين عربيين ولا عربي. إنما الفقيه احترم الكتب في تفسيره وقال إنني لا أشك أن له لازم يكون أعجمي. أنا هذا ننتقص الموضوع أن بعض السلف الصالح تعدى على القرآن الكريم بأنه قال فيه ألفاظ أعجمية، والقرآن الكريم أعطانا 11 آية يقول فيها قرآن عربي مبين. وقال صاحبي وقال الاتفاق المؤلف الصاحبي قال في أحد كتابه أنه من قال أن القرآن الكريم في أعجمي فقد أسقط الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. كيف يتحدى الله جل شأنه العرب بلفظ يوناني؟ مش تحدي العرب باللغة العربية ولا بلفظ يوناني؟ يقول لك على كلمة سندس يونانية. لا، أنا تعرف شو الموضوع اللي هو هنا. لما أنا قلت كده عشان هارون اسمه كده، والراجل دايما بيسخط الهاء. وقول للفضل الملاوي اللي هو مش يعني بينافس كتير ان كهف اسمها ايه؟ كيف فين الهاء؟ قاهرة كايرو فين الهاء؟ الله. يبقى دائما الرجل الاعجمي لا يستطيع ان ينطق الهاء لانها من الايه؟ من الجوف ده الحاء والعين والغين من جوف هي بقى يسقطها. فلما تلاقي حرف هاء مش موجود في اللفظ الانجليزي تطمئن بعض الناس الا بعض الاحيان كذا. بص اصلا بص هي هذا او اسهل حاجه هو هذا، يبقى ليش هنا ها اجي اخدها في كلام كتير بقى كلمات ها يعود لك الله تعالى فورا. ايه السند بتاعي ده انت يا انجليزي مش كده، قلت لي هذا يعني هذا وانا خدت منك بديلك، بغرس منك من كبشتك بديلك. يعني انت ليه؟ مين يقول لي لا مش عارف؟ يقول لا ليه؟ اي اصلا فينا اهو تبع الشاشين على حسب الكيف. حضرتك اسيميليت ولا مش فلان عمل اسيميليت لكن سلسل او الرسم ده يعني ايه؟ تمثيل نقله نقل مصار لعب مثلي اتى مثلي اتى المثيل اسيميليت اتى المثيل هو كتبان اكيد ايه تمثيل وده مش معقول. في اللفظ في اللغة العربية أسلم ASU أسلم ASY أو ASY بقول لك أنت لما حفظوا عليك جات مش حفظوا عليك عملت أنت إيه؟ عرفت تتكلم بدري تجريد عاوز تعمل إيه؟ عاوز تلاقي إيه؟ ملاذ صح؟ مطلوب إيه؟ أسلم يبقى ملاذ يبقى أسلم الملاذ مطلوب كده إنسان يهرب ايه في مكان يأمن فيه يبقى ده ملاذ مش كده؟ يبقى الهروب عاوز ملاذ صح يا استاذ ملوي مكتوبة ايه بقى؟ الراجل كده كتبها ايه؟ والشمع سلامة يحسن سلامة. ها؟ ياخد السلام. انا عاطيك لها من ايه؟ من حضرتك ايه؟ الايه؟ الكلمة الثلاثة احنا نقول ايه هنا ستات والرسول ايه؟ انا جبت انسان امبارح ازور يجي احد البيت بعد ازرق يبقى ازور منين؟ من أزرق. من الازرق برضه قالت هي ازرق يبقى شايف القار خد الجنس ما هي على حضرتي أزور. العلة دي يجي استاذ ملوان مش عاوز يقرا الكلام ده اقول له مش عارف يقول استاذ ملوان والله كمان كتير بس بكون منهم جديده حلوه اللي بطلع عليه بره تيجي يقول انا وانا سعيد طبعا.
المنتخب الازوري اللي هو الايطالي يا أستاذ عبد المنعم. الازرق برضه. المنتخب الازوري المنتخب اللي هو الازرق. الإيطالي، الازرق. اه التيشيرت الازرق. بس يعني ايه بس؟ طيب سيء ورديء. بس الذات هنا بال انا بقول على ايه؟ كذا كذا يبقى بعمل ايه؟ بحاول ازاي الايه؟ ذات لانه على فكره رفض من الدروس المعسره للايه؟ العجمي يقول لك على الذات دي وذلك كان عندي كتير قوي غير الذات دي الذات يصرف لفظ عربي فضل ليه؟ يحكي مين؟ الشوارع عندنا يبقى في الشوارع حد يقول لي لا باشمهندس بس بيفسر كلمة سيد هنا فرق ايه؟ معناها سيد معناها سيد المسيح حلو ولا وحش سيد الاصل عربي زي ما بقول لك مثلا كرم يعني ايه؟ يقول لك كرم اللي بتسمى مهور ده هي قلب كرم اسقط الناس دي عندي على فكره عندي عباره عن نقطه في جبين اللغه الانجليزيه المجال بيسقطها بصفر للترتيب وانا على فكره عامل معجم اسقاط حرف اللام والميم والراء والباء فيه والجيم والجي والبي الاف انا عامل والبي كل حاجه بجيب لها حوالي 30 لفظ عندي في 10 اسقاطات في 300 لفظ في اللغه الانجليزيه اصبح قاعده ده مش صدفه لا ده جمال زي القلب زي ما انت عاوز قلت ايه ما تديني نص السندوتش ده مش نص